الأخت أمة الله من ليبيا بارك الله فيها تسأل عن دعاء إن الله عفو يحب العفو، أو تقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. تقول هل هذا أقول في وقت معين أو تقول أنا ملتزمة فيه في هذه العشر؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا أقول إن أنا أدركت ليلة القدر؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها تلتزم هذا الدعاء في العشر الأخير من رمضان. وقال بعض العلماء من السلف بأنه لو التزم الإنسان هذا الدعاء طوال العشر لكان مناسبا، لأن هذا الدعاء دعاء عظيم، دعاء عظيم، وهو أن يسأل العبد ربه جل وعلا أن يعفو عنه، فإذا عفى الله عن عبده نجاه سبحانه وتعالى. اللهم إنك عفو تحب العفو. ولذلك العباس بن عبد المطلب لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عمه قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به. قال يا عمه قل اللهم إني أسألك العفو والعافية. فمضى فترة من الزمن وعاد إليه العباس فقال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به. يعني العباس ظن بأن الدعاء هذا بسيط وسهل، فقال يا عماه قل اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. كثير من الناس ما يفهم معنى أو ما يعلم المضامين اللي تحت هذا الدعاء. ولذلك أختي بارك الله فيك أحسنت بالتزام هذا الدعاء في هذه الأيام، في سجودك مثلا، وفي قيامك، وفي خارج صلاتك مثلا، وفي دعاء القنوت مثلا، قنوت الوتر. طيب حتى خارج الصلاة أكثر من قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.